السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء مع إخوتنا المستضعفين في غزة. اليوم غادي نهضروا على واحد من أبرز أبطال هذا التتويج التاريخي، طارق سكيتيوي، مدرب المنتخب المغربي للمحليين. في وسط فرحة التتويج بلقب كأس إفريقيا للمحليين، شد انتباه الجميع ظهور السكيتيوي بقبعة خضراء مميزة، قبعة ماشية عادية بل فيها قصة مؤثرة بزاف. في تصريح بعد المباراة كشف أن هذه القبعة تعود لوالده رحمه الله، وأن عمرها حوالي 60 سنة. قال: هذه القبعة هي ذكرى من والدي الراحل، واليوم حملتها معي تكريما له ونهدي له هذا اللقب. هذه الكلمات البسيطة خرجت من القلب ووصلت لكل المغاربة، لأنها دليل على الوفاء والبر بالوالدين. حتى حتى وهو في قمة المجد الكروي، طارق سكيتي هو ماشي غير مدرب عادي، هو رجل اشتغل بصمت بعيدا عن الأضواء، راهن على اللاعبين المحليين ومنحهم الثقة، ونجح بصنع فريق قوي بالروح والعزيمة. التتويج اللي شفناه ما كانش وليد صدفة، بل كان نتيجة عمل طويل وصبر وإيمان بالقدرات المغربية. وهكذا كتب سكيتي اسمه من ذهب في تاريخ الكرة الوطنية، ماشي فقط كمدرب ناجح، ولكن أيضا كرمز للوفاء والإنسان اللي ما نسى أصوله ولا والده. هذه هي قصة قبعة سكيتوي، قبعة صغيرة لكن فيها رسالة كبيرة، أن الانتصارات الحقيقية ما كتكونش غير في الميدان، بل كتكون أيضا في القيم والمبادئ. شنو رأيكم نتوما في هذه القصة؟ واش ماشي مثال حي على أن الكرة أحيانا تكتب أروع الحكايات الإنسانية؟ خلوا آراءكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.